أما فيصل واحد آخر البارح على قناة الجزيرة، مشكورين يتابعونا برشا في قناة نسمة وبارك الله فيهم من الدوحة. هو حب يقول أنه ما يعرفهاش قناة نسمة وقناة نكرة. نحب نعلمه القناة هذه بفضل جهود أبنائها والعاملين فيها في كل المستويات، راهي القناة الأولى والأكثر مشاهدة في تونس. عمرها ما لعبت الدور تنجم تقربوا من قريب ومن بعيد اللي تلعب فيها القناة اللي تشغل فيك يا دكتور فيصل القاسم، في تخريب أوطان، في تخريب مجتمعات، في قتل، في دمار، في دم موجود على أيديكم أنتم. والعبد لله الفقير يتشرف حتى لو كان اعتذر للناس اللي يستحقوا الاعتذار في تونس، أنه بين أهله وناسه موجود في سقف بتاع حاجة اسمها الشعب التونسي وتونس الباهية والجميلة، نتجولوا في شوارعها بدون عقدة وبدون خجل. أما أنت أتحداك أنك تتجول في شوارع دمشق ولا في حلب ولا في حماة ولا حتى في المناطق المحررة اللي تشرف عليها المعارضة السورية. أنت لاجئ تلعب في دور قذر في قناة دمرت وطنك سوريا، دمرته بالدم، قطع الرؤوس، بالأشلاء. سوريا الحضارة، سوريا الثقافة، سوريا بالي الله، سوريا الإنجازات اللي قدمتها للتاريخ الإنسانية في تدمر، خليتوها عرضة باسم قال شنو انتقال ديمقراطي. أما الناس اللي تعرف التاريخ تذكر أنه آخر زيارتك لسوريا كانت بدعوة من حزب البعث العربي الاشتراكي في مؤتمره الأول اللي أنجزوا بعد تسلم الرئيس بشار الأسد للسلطة، وكنت قاعد في الصف الرابع كيف الناس اللي موجودة غاديك تصفق. فجأة اكتشفت أن سوريا في حاجة للديمقراطية بعد ما نزلوا الناس اللي تشغل فيك على الفلسة من أجل تدمير هذه الأوطان. وتونس تبقى حية جميلة مهما كان شكل نظامها، وإن شاء الله الرسالة وصلت.